تعال اقول لك على حاجه لو ما تعرفش. النهارده اخر فيديو في سلسله البيزنس موديل كانفاس، ده الفيديو العاشر والاخير، وبكده تكونوا عرفتوا اهم 10 عناصر في اساسيات البيزنس. والنهارده هنشرح العنصر الاخير وهو الكوست ستراكشر، او التكاليف بتاعت البيزنس عامله ازاي. وهيكل التكاليف هو كل اللي البيزنس بيصرفه من اول ما بيبدا اول خطوه في البرودكت او الخدمه اللي هو بيقدمها لحد ما بيوصلها للعميل. بمعنى اخر، ايه اللي بيخلي الشركه تطلع فلوس من جيبها او تطلع فلوس من حساب الشركه؟ اي بيزنس عنده تكاليف زي مثلا الايجار والمرتبات وفواتير الكهرباء والميه والخدمات اللي هو بيعملها، وكل ده بيتكتب في ورقه البي ام سي. انواع التكاليف في البيزنس ثلاثه، تعال اقول لك كل واحده فيهم. اول نوع هي الفيكسد كوست او المصاريف الثابته، ودي هي المصاريف اللي بتدفعها حتى لو مفيش مبيعات، مش بتتغير بسرعه، زي ايجار المكتب وايجار المحل والمرتبات الشهريه للموظفين. ثاني نوع هو الفاريبل كوست او المصاريف المتغيره، ودي اللي بتتغير على حسب المبيعات والانتاج. لو المبيعات زادت المصاريف دي بتزيد، زي مثلا تكلفه الخامات والمواد الخام، لو انت بتبيع اكتر هتحتاج اكتر، ولو بتطلع اوردرات كتير مصاريف الشحن هتبقى اكتر. مفهومه يعني دي؟ مفهومه. والاعلانات مثلا، لو بتصرف فلوس على الاعلانات وكل ما تبيع اكتر هتشغل اعلانات اكتر فالمصاريف هتزيد. واخر حاجه هي السيمي فاريبل كوست او المصاريف المختلطه. بص، هي دي مصاريف ثابته بس ممكن تزيد مع النمو وكبر البيزنس، زي مثلا فاتوره النت ليها قيمه اصلا بس كل ما الاستهلاك بتاعك بيزيد بتدفع اكتر. واي حاجه البيزنس بيصرفها بيكتبها جوه البي ام سي. وبكده نكون خلاص سلسله البي ام سي. فما تنساش تعملي لايك وفولو لو عايز تعرف معلومات عن البيزنس اكتر.